قعدك جنبه ب3 سنين ويقولك أصل أنا مش جاهز دلوقتي، ظروفي صعبة، ادعيلي ربنا يفرجها. ومش بيقولك الكلام ده 3 ولا 4 شهور، احنا بنتكلم في سنين، ما قعدك جنبه بالسنتين والتلاتة والأربعة. أنا ما بقولش إن الظروف تعيب حد، عادي، الظروف دلوقتي صعبة على الكل، والشباب مش قادرة تتجوز وبتتجوز في سن كبير. بس الكلام ده لو فعلا ظروفه صعبة، مش لو هو بيقولك كده وبعد ما تسيبيه بأسبوعين يسيبك ويخطب وتلاقيه كمان داخل على جواز. فلو هو فعلا ظروفه صعبة دي مش حاجة تعيبه، لكن تعيبك انتي. تعيبك انتي ان انتي في علاقة مع حد من غير شكل رسمي. ده أولا في حرمانية. ثانيا، ما انت جنبه يا ست الكل، ما انت جنبه ومعاه وبتحبوا في بعض ورايحين وجايين ومكالمات والحياة حلوة. هيعافر ليه؟ هيحاول ليه؟ حتى لو ظروفه مش كويسة هيفكر انه يغير ظروفه ليه اصلا؟ ما هو كده كده ضامنك وانت كده كده قاعدة جنبه. عايز ايه اكتر من كده يعني؟ لو انت عايزة تستجدعي وتبقى الست اللي ب100 راجل اللي وقفت جنب حبيبها لحد ما قدر انه يحسن ظروفه ويجي يتقدم لها، تقدري تقفي جنبه بالدعاء فقط لا غير، وتقولي له ان انت هتستنيه وتاخدي منه وقت. ممكن تكون ظروفه اتحسنت فيه فيرجع لك تاني، ما احنا برضو مش هنسيب الدنيا مفتوحة ويروح هو يعيش حياته.